ناردين. ايوه. بصي لي كده كويس. انا حلوه؟ حلوه طبعا يا زوزو. يعني انت لو كنتي راجل كنتي هتبقي عايزه تعكسيني؟ بصي يعني كل ست حلوه بطريقتها، ومش لازم يعني تعجب الرجاله. لا، رجعنا تاني للكلام اللي انا ما بفهموش منك. يعني انا لو مش هعجب الرجاله هعجب مين؟ الكلاب؟ سؤال بسيط، انا مزه ولا مش مزه؟ مزه طبعا مزه. اصل انا قلقانه قوي. ليه؟ وليد كويس؟ ايه دخل وليد ان انا مزه ولا مش مزه؟ انت ايه دماغك ليه رايحه شمال كده تجاه وليد؟ فاكره الراجل اللي انا قلت لك ان وليد بيعكسه على اساس ان هو ست اسمها؟ ايوه. اتقدم لي. ايه؟ مالك مخضوضه كده ليه؟ انا بس مش فاهمه ازاي يعني. الراجل جاب نمرتي وكلمني وقال لي عايزه اشوفك ضروري، فرحت قابلته. تخيلي طلع مين؟ مين؟ فاكره المفتش شكري سالم اللي كان بيحقق في قضيه ضرب النار بتاعت سعيد؟ هو؟ انا زيك تنحت كده واتفاجئت. قعد معايا وقال لي ان هو غرضه شريف، رغم ان هو لسه بيحب عزه ومش قادر ينسى عينيها. عزه مين؟ اللي هو وليد، اللي هو الست اللي كان وليد بيعملها له على النت. ورغم ان هو متعلق جدا بعينين عزه وشايف ان هي احلى عينين شافها في الحياه، بس بما انه مش طايل عزه فقال لك ايه، اخد اي حد من ريحتها، فكان بيشعر في عينيا. بصي كده العينيا، عينيا انا ووليد شبه بعض جدا. يعني انت لو حطيتي صورتنا جنب بعض ما تفرقناش عن بعض. بصي بصي اهو انا وليد، بصي. هو انت بجد شايفه ان عينيكي شبه عينين وليد؟ وقلتي له ايه؟ ما هو ده اللي محيرني بقى. هو صحيح الراجل يعني طول بعرض، عينين ملونه، امور، يعني مفتش قد الدنيا. هو صحيح لما مراته بقى طلقها بسبب وليد اللي هو عزه، خدت كل حاجه حتى الشقه، بس مش مشكله. هو بيخلص دلوقتي في شقه في التجمع الخامس، اوضتين وصاله وفيو ما حصلش وحمام. انت راجله بتتكلمي بجد؟ هو انت هتوافقي؟ ما انا بقى جايلك في الكلام ده، السؤال اللي محيرني. هل هو بقى عايزني عشان شخصي ولا عشان في حاجه بتقربه من عزه اللي هو مش طايلها؟ عشان انت عارفه موضوع العينين ده. بصي بصي نفس العينين، بصي. ده راجل مريض يا زينب. ده هو عنده شويه دهون على الكبد، بس خلاص هيعالجها قريب جدا. هو صارحني بالتحاليل. أنا الصراحة أول مرة أعمل حاجة زي دي. ولا يهمك، الموضوع بسيط. ريح شوي وانت رح تخبرني شو صار معك ليلة اضراب النار. ماشي، يعني حضرتك عايزة تعرفي كل حاجة عن ضرب النار عشان تقيموني نفسيا وكده. أنا كنت مشدود ليلتها حبتين، عشان وأنا نازل من البيت حصل يعني نقاش حاد ما بيني وما بين شيماء مراتي. هو أنا ممكن أقعد هنا ولا يضايق حضرتك؟ طبعا تفضل، وممكن تنادي لي نبيلة عادي. ماشي يا نبيلة. طب أنا هرتاح وهفضفض لو حضرتك جيتي قعدتي، يعني لو مش هيضايقك. طبعا أكيد. ماشي. فزي ما كنت بقول لك حصل يعني نقاش حاد بيني وبينها. اصل هي قبلها اعترفت لي يعني ان هي اكتشفت مؤخرا انها مش بتحب الرجاله. هي قالت ان هي مخضوضه، فانا اتصدمت، بس قلت لها يعني نهدى ونتكلم بعدين. بس انا تمام، يعني انا تمام مع الموضوع ومتصالح تماما مع ان اي حد من حقه يشوف نفسه بالطريقه اللي هو عايزها. انا راجل متحضر وفاهم كويس قوي ان الحاجات دي بتبقى شخصيه جدا وبتتعالج بهدوء. انا بس ما كنتش عارف اتعامل مع الموضوع ازاي، فاهماني؟ يعني خصوصا بقى ان رضوى واحده صاحبتها بقت موجوده عندنا على طول، شبه عايشه معانا في البيت يعني. فانا يعني ما كنتش مرتاح، كنت متضايق وكنت عايز افهمها يعني ان لو في ما بينهم، يعني
لو في كده ما بينهم ان انا مش هبقى مرتاح. فاتخانقنا ونزلت. يعني انت رسميا عم تاكد لي انه خناقتك مع شيماء هي السبب الاساسي ليش انت فقدت اعصابك ليله اطلاق النار؟ لا 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 خالص، اطلاقا اطلاقا. انا بس بدي حضرتك خلفيه عن اليوم وليه انا كنت مشدود ساعتها. انما انا عامه بعرف افصل ما بين الشغل واللي بيحصل في البيت. اوكي تمام، بس في اي شيء زياده بتحب تزيده على اللي صار ليلتها؟ مفيش. فبقول لك يعني قلت لها انا رضوى دي مش عايزها في بيتي تاني. قالت لي على فكره انا ليا في البيت ده زي ما انت ليك فيه. فقلت لها لا، انا كلمتي تتسمع في البيت، انا راجل البيت يعني لو مش واخده بالك. فقالت لي انت حاسس في نفسيتك اللي انا قلته لك. قلت لها بقول لك ايه، تحبي رجاله تحبي ستات، انا مش عايز اشوف البت دي عندي في البيت تاني. ثم انا متضايق. انا متضايق، انا بقول لك انا متضايق. يعني ايه يعني مراتي تقول لي ان هي ما بتحبش الرجاله؟ يعني ما انا الرجاله دول هي تعرف حد غيري؟ انا فيا عيب مثلا خلاها تحس كده؟ اقول للناس ايه، ان انا ما عرفتش اخلي مراتي تحس ان هي ست؟ روق استاذ سعيد، طول بالك شوي. ورضوى الملزقه دي بتبص لي بتحدي، بتتحداني، بتستفزني. انا عارف ان هي بتستفزني، ويقعدوا بقى يتوشوشوا ويضحكوا مع بعض وبتاع وانا قاعد، وتستنى بقى لما شيماء تبقى ماشيه في البيت وتقوم خبطها على ظهرها وتقول لها ربربتش يا بنت، وانا قاعد يا فندم، وانا قاعد. دي قله ادب وسفاله حضرتك، دي قله ادب وسفاله مش قله ادب وسفاله. طيب روق شوي، انا رح اقوم جيب كوبايه مي وارجع لحضرتك. انا لو مكانك اخاف على وليد. وليد ما يتخافش عليه، خليني في نفسي دلوقتي. هل هو بيحبني ولا بيحب عيون عزة؟ وبعدين بصراحة أنا عايزة أقولك إن أنا الأيام دي عندي مشاعر غريبة جدا تجاه وليد. كل ما أشوفه كده بحس بالغيرة، لأن شكري قال لي إن عينين عزة أحلى عينين شافها في حياته. أنا راضية ذمتك، عينيا أنا أحلى ولا عينين عزة اللي هي يعني وليد؟ يعني بصي، انتي اصلا ازاي حاطه احتمال ترتبطي بواحد شك انه حاطط عينه على ابنك؟ ده انا اللي يحط عينه على ابني اخزقهم له ليه وانا كاتعه؟ بقول لك حاطط عينه على عزه، ما هي برضو كانت مجنناه. انا مش عايزه اقول لك كانوا بيقولوا بعض كلام شكله ايه، يا لهوي يا لهوي يا لهوي، ده احنا يا اختي ما كناش بنات. مع عزه هي وليد. وليد كان منتحل شخصيه عزه. عزه دي في دماغ شكري طويله وعريضه وبيضه وجميله وشيك، مش ممكن طبعا يكون معجب بالواد وليد الخنشور ده. زينب لازم تبلغي البوليس، الراجل ده بيرفرت. طب طالما بيرفكت ابلغ البوليس ليه؟ انا خايفه عليكي قوي من الراجل ده، والنبي بلاش. هو بيحبك انتي ولا بيحب وليد؟ والله اقصد عزه. بقول لك ايه، قولي لي رايك وبصراحه وبسرعه. شكري بيحب عزه مش بيحبك انتي. كنت عارفه ان عينيها احلى. لا يا زوزو انتي هتعيطي ولا ايه؟ ما تجمليش الكلام، انا من الاول عارفه ان هو عايز عزه، بس بكذب على نفسي. نبي يا زوزو ما تعيطي، انا اسفه ما كانش قصدي والله ماما. العظيم. ماما جاتك مو مش عارف العين دي بتحرقني جامد قوي. من اللي بتعمله، اتقي الله من اللي بتعمله، ولسه هتتعمي اكتر. حضرتك صرت احسن؟ انا اسف لو اتعصبت. ابدا ما في مشكله. بس انا ليا حق اتعصب، يعني ليا حق اتضايق، صح؟ بص انا اتكلمت كتير، نفسي اسمع منك اي حاجه اي حاجه. ليك رح اكون صريحه معك، هي مرتك مجرد قالت لك شعور عندها، ممكن يكون شعور مؤقت.